طاهر الحميرية. قبيلة آل طاهر قبيلة حميرية قحطانية أصيلة من أقيال حمير، لها تاريخ مجيد وماض مشرق ضارب في أعماق التاريخ اليمني. ورد ذكرها في نقوش المسند السبائية وفي كتب التراث عند كبار المؤرخين مثل الهمداني ونشوان الحميري والحجري. ينتمي آل طاهر إلى نسل الملك طاهر ذي معهرب حسان بن أسعد الكامل الحميري تبع الأفخم، أحد ملوك حمير وتبابعتها، ومنهم الملك الظافر عامر عبد الوهاب الطاهري الحميري، الذي أعاد مجد تبابعة اليمن في العصور الوسطى. الموطن الأصلي وصف الهمداني عندما مر في طريق بلاد الطاهرية بنفسه، وقال: آل طاهر من بلاد الطاهرية مديرية السوادية محافظة البيضاء، وهي المنطقة التي وصفها الهمداني بأنها تقع بين ردمان والسوادية والملاجم، وفيها قصر وعلام، قصر القيل ذي معهر جد آل طاهر، ولا تزال آثاره قائمة حتى اليوم في عزلة القعقاع ذي قعقاع، ضمن منطقة كانت تعرف قديما باسم خورة وتعرف اليوم باسم بخور في منطقة عسيلة، وأقرن الأقرن تسمى حاليا بقرانة، والحرات العلوب تسمى حاليا بالعليب. توجد في بلاد الطاهرية آثار الحصن القديم في منطقة حصن العذارب، وهو قصر وعلان قصر الملك الحميري ذي معهر تبع بن حسان الأفخم الأقرن بن أسعد الكامل أبو قرب الحميري، ومن ضمنها عزل رهبان وزهراء. وتوجد أيضا أكثر من 40 بئر حميرية في بلاد الطاهر، وكلها من قبائل بني طاهر الأصل، الذين ما زالوا في مقر وسلف وجذور الأجداد منذ العصور القديمة كما وصفهم الهمداني. مكانة آل طاهر في التاريخ: ورد ذكرهم في النقوش السبائية، وارتبط اسمهم ببلاد الطاهرية. خرج منهم ملوك الدولة الطاهرية في القرن الثامن والتاسع الهجري، واتخذوا ردع عاصمة لهم. من أبرز ملوكهم الملك الظافر عامر عبد الوهاب الطاهري الحميري، الذي ورث ملك أجداده من تبابعة اليمن. النسب والصلات الحميرية: ينتمي آل طاهر إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ويجتمعون في النسب الحميري مع خولان وقبائل البيضاء، فهم أبناء عمومة في الجذر القحطاني الحميري. ما ذكره المؤرخون: الهمداني في الإكليل وصفة جزيرة العرب نص على أن ذي معهر وبلاده من منازل أقيال حمير ومواطن ملوكهم. نشوان الحميري في ملوك حمير وأقيالها عد آل طاهر في تبابعة حمير وأبناء الملك ذي معهر. الحجري في مجموع بلدان اليمن وقبائلها أورد أن آل طاهر من أشهر قبائل حمير وأصلهم من الطاهرية في البيضاء. خلاصة: آل طاهر قبيلة حميرية قحطانية أصيلة. نسبهم من ذرية الملك طاهر ذي معهر الحميري. موطنهم بلاد الطاهرية مديرية السوادية محافظة البيضاء. من أبرز ملوكهم الملك الظافر عامر عبد الوهاب الطاهري الحميري. 0. نسب شجرة السلطان الظافر عامر عبد الوهاب. السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري الحميري من أبرز ملوك الدولة الطاهرية الحميرية في اليمن، وينتمي إلى قبيلة آل طاهر من أقيال حمير، الذين ترجع أنسابهم إلى تبع أسعد الكامل تبع الأكبر حمير بن سبأ، أحد ملوك حمير وسبأ العظام. ويتسلسل نسبه الشريف كما يلي: عامر بن عبد الوهاب بن داود بن عبد الوهاب بن عامر بن أحمد طاهر بن عبد الملك بن محمد بن عبد الوهاب بن داود بن عامر بن طاهر بن محمد بن سعيد بن عامر بن أحمد سعد بن عامر بن أحمد بن علي بن سعد بن طاهر ذي معهر بن حسان بن تبع أسعد الكامل تبع الأكبر حمير بن سبأ بن سبأ الكبير بن يشجب بن يعرب بن قحطان. الدولة الطاهرية هي ملوك الدولة الطاهرية هي آل طاهر الطاهري بني طاهر الحميري، الملك الظافر عامر عبد الوهاب الطاهري، بلاد الطاهرية البيضاء قصر وعلان حمير، تبابعة اليمن محافظة البيضاء. تاريخ حمير القديم أقيال حمير الطاهري الحميري. كتب المراجع التاريخية: الهمداني الإكليل وصفة جزيرة العرب.
نشوان الحميري، ملوك حمير وأقيالها. الحجري، مجموع بلدان اليمن وقبائلها. كتب، وهذا توثيق لما ورد عن آل طاهر الحميريين في كتب التراث اليمني القديم. 1. ذكرهم الهمداني في كتبه باعتبارهم من أقيال حمير ومواطن الملوك في مؤلفاته. الإكليل وصفة جزيرة العرب للمؤرخ أبو الحسن محمد الهمداني. 2. الحجري في مجموع بلدان اليمن وقبائلها. 3. نشوان الحميري في ملوك حمير وأقيالها. 0. كتب المراجع التاريخية، المصادر والاستشهاد. 1. ذكرهم الهمداني في كتبه باعتبارهم من أقيال حمير ومواطن الملوك في مؤلفاته. الإكليل وصفة جزيرة العرب للمؤرخ أبو الحسن محمد الهمداني. 2. الحجري في مجموع بلدان اليمن وقبائلها. 3. نشوان الحميري في ملوك حمير وأقيال. 1. بأفقي، مختارات من النقوش اليمنية القديمة، صاد 259. 2. علي، المفصل، جيم 2، صاد 401. 3. بيغوليف كاسكا، بيزنطة في الطريق إلى الهند، 170 20. 4. طربوش، المصدر السابق، 37. 5. الطبري، المصدر السابق، جيم 2، 73. الحميري، ملوك حمير وأقيال اليمن، صاد 144. ابن خلدون، عبد الرحمن، 808. العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق خليل شحاد، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، 2001 ميلاديات.